لماذا سمي الإمام الرضا بضامن الغزال؟ قبل لا أبدأ بالفيديو أتمنى تخلي متابعة ولايك وإكسبلور لأن محظور. يوم من الأيام الإمام الرضا عليه السلام كان يمشي بأحد بساتين المدينة، فرأى غزال واقع في شراك الصياد يريد قتله، وعندما تقرب الإمام الرضا عليه السلام إلى هذا الصياد وإذا بالغزال يكلم الإمام الرضا، وإذا بالإمام الرضا عليه السلام يكلم الصياد ويقول له دعه يذهب إلى أمه ليخبره بقتله ثم يعود. ضحك الصياد وأخذ يسخر من الإمام ويقول له ماذا تقول أنت؟ قال الإمام سيذهب ويعود قريبا. استغرب الصياد من كلام الإمام وقال له كيف يرجع الغزال بعد إطلاق سراحه؟ ثم تكلم الغزال مرة ثانية مع الإمام، ثم تكلم الإمام مع الصياد مرة ثانية وقال له أنا أبقى عندك رهينة، عندما يأتي الغزال أطلق سراحه. استغرب الصياد من كلام الإمام وأخذه رهينة